ديما مغرب، ديما مغرب والله. الف مبروك للمنتخب المغربي. قبل بس ما اقول لكم اعملوا لايك في الفيديو واشترك في القناه. يا ريت اخواتنا المغاربه يطمنونا في الكومنتات على رومان سايس، ان شاء الله اصابته تكون بسيطه. انا عارف ده اللي عكر صفو المغاربه النهارده، ان شاء الله يرجع بالسلامه ويبدا الماتش الجاي اساسي ان شاء الله، لانه فعلا خط الدفاع من غير رومان سايس الدنيا خرابه شويه. المنتخب المغربي يفوز على منتخب ايطاليا 2006 وحارسهم الايطالي المخضرم جيوليجي بوفون. ايه منتخب وزر القمر ده بجد؟ ايطاليا 2006 في عزها، بس ايه حلاوه المنتخب المغربي دي. انا قاعد بتفرج على منتخب المغرب في القهوه كلها بتشجع المغرب. احنا كمصريين بنعلنها حرفيا. انا نفسي المنتخب الثاني في النهائي، الطرف الثاني في النهائي مع منتخب مصر يكون المغرب. يا رب يا جماعه، منتخب المغرب ما ينفعش بعد كل التقدم والتطور اللي بيعملوه في كره القدم ده ما يوصلش للنهائي. منتخب ممتع، منتخب اللعيبه بتلعب بروح. الجمهور المغربي من احسن الجمهور اللي شفته في حياتي حرفيا. جمهور بيشجع من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره، جمهور بيشجع بحب وبيشجع بغضب، بيشجع بسفرات استهجان، ما عندوش واحد اتنين تلاته. جمهور بيشجع لاجل منتخبه، لعيبه بتلعب لاجل منتخبها. انا عندي بس بعض الملاحظات البسيطه على الرجراجي. يا معلم بالله عليك، بالله عليك، بالله عليك، شوف انا قلت لك كام بالله عليك. يوسف النصيري والكعبي يقعدوا دكه ليه بقى؟ اللي انا قلته في ريلز ما بين الشوطين، قلت لك انت بتلعب على كور عرضيه كتير، والدفاع اللي بتلعب قدامك دفاع متكتل للخلف. نزل اتنين طوال او واحد طويل يكون فيهم الكعبي او يوسف النصيري، عندك اي كره عرضيه بتاعتك. شفت الكره العرضيه؟ بص ما شاء الله ما شاء الله، رجل يوسف الكعبي كانت اطول من المدافع بتاعهم. جون عالمي. يوسف النصيري، ايوب الكعبي بيعلنها النهارده احسن هدف في البطوله من ماتش الافتتاح. ايه يا معلم ده؟ ما شاء الله. احنا لو عندنا لاعب في مصر عمل الحركه دي يجي له قطم في التركوه ورا. يا جماعه لازم المنتخب المصري يتفرج على اللعيبه دي ويتفرج على الروح اللي بيلعبوا دي، والاداره اللي عندنا في مصر، المديرين الفنيين عندنا في مصر والاداريين عندنا في مصر يتفرجوا على الروح اللي في المغرب دي يتعلموا منها. لا 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 لا، شابوه شابوه لكل واحد في المنظومه المغربيه، من اول الجمهور، المدير الفني اللي عليه بعض علامات الاستفهام بس هتيجي، للعيبه في ارض الملعب، للمديرين والمسؤولين على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي بيلعب بروح. عارف انت، اقول لك على حاجه، يا مش هقول عشان الفيديو ما يقفش، يا مقتول. لا انا هنزل الماتش هكسب، يعني هكسب. ما ينقص المنتخب المغربي بعض الخبرات بس في البطولات المجمعه. بص يا معلم، كاس عالم 2022 كل الفرق بتاعت اوروبا اللي كانت بتلعبك كنت انت بالنسبه لها اندر دوج، فهي ما كانتش عامله لك حساب. فانت كنت بتعرف تخطف، بتعرف تقفل، بتعرف تمشي الملعب على مزاجك لما تجيب جون. لكن انت لما تلعب دلوقتي في 2025 في في بطوله افريقيا في المغرب على ارضك وسط جمهورك، وانت بطل العرب ورابع العالم في المره اللي فاتت، وبطل العالم للناشئين او الشباب كمان، فانت معلم كل الفرق اللي هتلعب قصادك عامله لك 1000 حساب. يبقى لازم ولابد يكون في شويه هدوء، شويه هدوء. يا جماعه اغلب لعيبه المغرب بتلعب بروح بزياده، بتلعب بروح قوي. لازم يكون في بقى واحد في نص الملعب قائد، يا باشا اهدى، وقف على اللعب، اقف على الكوره، اهدى. انت كده كده هتكسب، ما هو انت كده كده هتجيب جون. التسرع الزياده عن اللزوم ده مش هيخليك تعمل حاجه، بالعكس هيجيب لك اصابات عضليه، هيجيب لك تدخلات قويه مع لعيبه الافارقه، هو كده كده معروفين عندهم اصلا من القوه البدنيه. احنا كعرب ما عندناش القوه البدنيه بتاعتهم، ما عندناش السرعه بتاعتهم. انا مش هجاريهم في السرعه، انا هجاريهم في العقل بالراحه. اقف على الكوره، اهدى، وسع الملعب، وسع اللعب، مشي لعبك واحده واحده، خلي الفريق ياخد نفسه بالراحه، ما يبقاش فيه اصابات كتير، ما يبقاش فيه جهد بدني محمل. انت لسه اول ماتش في البطوله، لسه البطوله طويله، وان شاء الله المغرب هيروح لابعد نقطه في البطوله مع مصر ان شاء الله. لازم يكون في تريث. المنتخب المغربي لو عنده خبرات البطولات المجمعه في افريقيا هياخد البطوله دي ترجع على رجل. يا جماعه لو بصيت على الدكه بتاع المنتخب المغربي تحتل افريقيا، تحتل افريقيا حرفيا. يا جماعه المستبعدين من المنتخب المغربي يحتلوا افريقيا. يبقى انت ناقصك بس شويه خبره، اهدى. رومان سايس في قلب الدفاع كان موقف في الدفاع على حلف اول ربع ساعه. خروج رومان سايس خلانا نشوف بونو كتير. لولا التصدي اللي عمله بونو في الدقيقه 50 قبل ما الكوره ترد بالجون الثاني كان ممكن الماتش يتقلب. ده ليه بقى؟ بسبب التسرع الزياده. انت جبت جون، اتقل بقى واهدى وارجع للدفاع ومشي الملعب بمزاجك، نظم لعب، خد نفس، خلي اللعيبه تلعب بالراحه، ما يبقاش كله تسرع. انت سايب خط الدفاع وفاتح لقدام وعايز تجيب الثاني، طب ما تهدى، هتلبس جون وهيبقى مشكله، هتبقى مشكله كبيره، وهندور بعد كده على تسرع تاني عشان نلحق نجيب الجون الثاني. طب ليه من الاول؟ طب انا ممكن اهدى على حيلي. هو ده بقى اللي بينقص المنتخب المغربي. لكن المنتخب المغربي كافراد ما شاء الله هو اعلى منتخب في القاره. المنتخب المغربي كمنظومه هي افضل منظومه في القاره. الافتتاح جميل، الشعب المغربي شعب جميل، الترحاب ان شاء الله يبقى جميل. اللي ناقصك بس الخبره.
لازم في الماتشات اللي جايه تبقى عندك تنسيق في الملعب، انا امتى اهاجم، امتى ادافع، امتى اضغط جامد، امتى اقف على الكوره. لكن كمتعه منتخب مغربي ممتع. الشوط الاول طالع 80% استحواذ، بس عندك مشكله بسبب التسارع اللي بقول لك عليه. 80% استحواذ وتقريبا 20 تصويبه على المرمى، 20 تصويبه على المرمى، وجزء الكمر تصويبه على المرمى، بس الاون تارجت واحد واحد. يعني اللي راحت على المرمى فعليا ما بين العارضه والقائمين هي كوره من المغرب وكوره من جزر القمر. الكوره بتاعت المغرب كانت من ضربه الجزاء. ضربه الجزاء انا معلش يعني بالله عليك يا عم كراكي، بالله عليك يعني احكم في المنتخب شويه وخلي في شخصيه. انا ما ينفعش يكون عندي لعيبه في الملعب اللي بيلعب في ريال مدريد واللي بيلعب في مانشستر يونايتد واللي بيلعب في مانشستر يونايتد سابقا برضه وكان على رادار برشلونه، واحد عندي زي عز الدين قناحي هو من اتقل لعيبه القاره واتقلهم هدوءا للاعصاب، وخلي واحد تاني يلعب ضربه الجزاء. ما ينفعش. داخل متوتر ومتسرع وسريع، لا لا، لازم يكون فيه هدوء. لازم اللي يلعب ضربه الجزاء عز الدين قناحي لانه مسدد ممتاز ضربات الجزاء وشفناه في كاس العالم. الراجل بيلعب الكره بهدوء، بيحطها في سقف المرمى، ما بيخافش من حاجه، مش متوتر ومش متسرع. محدش فينا بيتمنى الخساره للمغرب، كنا عايزينكم تكسبوا وتشرفونا ان شاء الله، بس لازم وحتما ولا بد يجي لك الخبرات بتاعه البطوله في الماتشات المجمعه قدام، واحده واحده بشويش. والف مبروك للمغرب وديما مغرب، وفرحتونا والله. وان شاء الله ان شاء الله مستنيينكم تشجعوا منتخب مصر بكره، ونلاقي الاستاد متقفل، كل الناس تشجع منتخب مصر بكره. المغاربه كلهم حبايبنا واخواتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله بكره، واقوى تغطيه ان شاء الله في بطوله افريقيا السنه دي، المنتخبات العربيه كلها. سلام.